حرفيا انا الان فوق اكبر واتقى القطار في العالم، راح نريح هنايا اكثر من 22 ساعه. تبعوا الحكايه من جديد. في الحقيقه اول ما خلاني نجرب هذه التجربه اللي نصنفها من اخطر ما جربت الى حد الان، غير باش نبين لكم معاناه خوتنا الموريتانيين وقساوه الحياه من هذا الجانب اللي احنا نشوفوه هو سببهم، لكن هما يشوفوا قطار الحياه اللي يقطع كل الصحراء من مدينه زويرات في حدود مع الجزائر الى شمال موريتانيا بنواضيبو في اكثر من 22 ساعه، وهما مريحين فوق خام الحديد مع الغبار والحراره مرتفعه والبرد ياكلهم. لانه هو بالطبع قطار الحياه، كل الناس هنا بتعيش منه، هو اللي مسوي الحياه ديالهم. الحياه بدون القطار مش هذا اطول قطار بالعالم فيه 2.5 كيلومتر ويجر حوالي 200 عربه، وهذه الليله راح تكون احدى العربات منزلي واكتب التاريخ فيها. الناس تحمس باش تبات في لي زوتيل 5 ايطوال، انا راني متحمس. يلا رجال القطار اسلام شوفوا على واش نايم. الليله كانت صعبه جدا، ما تقدر تنام بالحس والغبار داير حالها. في نص الليل تعطل القطار، ما بيدينا حيله، خليتها على ربي وتكلت عليه. من الصباح القطار روحي مازالني في وسط الصحراء. ما ننصحكم تجربوها بالصيف، درجه الحراره تصل حتى ل 55 درجه. شفت المنازل اللي يستناو توصل لهم الماكله والماء مع القطار، ربي معاهم. بعد 22 ساعه وصلت الى نواضيبو سلامه، لكن كحل ومبهدل وتبقى الا الذكريات. قل لي في التعليقات تقدر تجربها ولا لا. سافروا تصحوا، سلام.